واحنا بصينا حوالينا دلوقتي واحنا قاعدين في القاعة نلاقي ناس، هتلاقوا واحد زي جاي لابس وشيك وبيتكلم بثقة شديدة، وزميلتك اللي جنبك بتضحك، وفلانة بتتجوز فبختها، وفلانة جابت جريد كويسة وشاطرة في الجامعة فدي أكيد جامدة قوي، وهكذا. إنما كل اللي احنا بنشوفه في الظاهر، كل اللي احنا بنشوفه قدامنا، هو لا يعبر عن الحالة الحقيقية للناس. وكتير قوي 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 انا بشوف حالات حتى على مستوى الناس اللي حواليا، حد يجي يقول لي والله ايه ده انا علاقتي ببنتي حلوه قوي، ده بتضحك على طول، دي مبسوطه طول الوقت. انا استغربت ان هي ليه فجاه كده اكتئبت، هي ليه بتروح لدكتور؟ لانه يا جماعه، النفس الانسانيه اكثر تعقيدا كتير جدا 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 مما يتخيله الانسان. وبناء عليه اوعوا ابدا ان احنا ننخدع بالمظهر الخارجي للبشر اللي حوالينا، والبدايه الحقيقيه هي بدايه من الناس القريبين مننا. اوعى تفتكر ان كون بابا في منصب كبير وبيشتغل انه مش محتاج ان حضرتك تسال عليه عشان هو شخص ناجح ومدير مرموق او استاذ في الجامعه والناس بتحبه وعنده شغلانه كويسه وقادر يصرف علينا كويس، يبقى هو كده تمام فخلاص بقى. واوعى تفتكر ان اخوك او اختك اللي موجودين في البيت، او الدكتور بتاع حضرتك في الجامعه، او زمايل حضرتك اللي موجودين معاك، او اصدقائك حتى اللي مش موجودين في الجامعه، اوعى تفتكر مجرد ان هم ناجحين او بيضحكوا قدامك او مبسوطين او بيمارسوا حياتهم بشكل طبيعي ان هم ليسوا في حاجه الى توعيه باهميه الصحه النفسيه. لانه الارقام لا تكذب، والارقام في العالم كله بما فيهم منظمه الصحه العالميه بتقول ان اغلبيتنا، يعني اكثر من 50% مننا، عدى بمرحله في حياته كان عنده فيها معاناه نفسيه. وبناء عليه هذه هي الحقيقة. النهاردة لما منظمة الصحة العالمية بتقول إنه خلال ال7 سنين الجاية المعوق الأول في الحياة سوف يكون الاكتئاب على سبيل المثال، يبقى احنا بنتكلم على حاجة حقيقية ومهمة. يبقى أول حاجة قلناها إن احنا لا ننخدع بالمظاهر، وإن احنا لازم نبقى فاهمين إنه ما داخل الإنسان أعمق بكتير قوي بما هو خارجه.